اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ لو محتاره بقى تعملي غدا ايه، تعالى اقولك بقى نعمل غدا حلو في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. و تتبيله بقى والريحه هتكون جايبه اخر الشارع. بصوا جمال، وكمان هتطلع معايا الفراخ كده بالطريقه حلوه وكمان مستويه معايا وجميله جدا. بصوا بجد حلوه جدا. هاجي هنا بقى دلوقتي معايا بقى حوالي كده كيلو من الشيش، كيلو ونص من الشيش. زي ما انتم شايفين كده غسلته كويس جدا بملح وليمون وخل، وغسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين، وشلت الدهون والحاجات اللي فيه دي. دلوقتي بقى معايا التتبيله بقى. دلوقتي معايا علبه زبادي كده، اي علبه زبادي. وهنزل بقى بالتوابل. معايا توابل بقى، هحط معلقه كده، معلقه ممسوحه كده، او نص معلقه من الكركم، نص معلقه من البصل بودر، ونص معلقه برضو من الثوم بودر، وهنزل بقى بمعلقه كده برضو من الزعتر. كل ده من عند تحابيش دهب، كنت جايبه التوابل دي من عند تحابيش دهب، فرمينها كويس جدا، وكمان صبحه وحلوه جدا. وعندي هحط بقى كمون وكزبره، حوالي كده ونص معلقه من كل حاجه. وهحط برضو نص معلقه من البابريكا، وهحط بقى 7 بهارات. طبعا تحابيش دهب كنت جايبه 7 بهارات و11 بهار، لازم تحطي واحده منهم، يعني يا 7 بهارات يا ال11 بهار. حطيت برضو نص معلقه من 7 بهارات، وحطيت برضو هنا نص معلقه من الفلفل، ونص معلقه من الكاري. وعنده برضو في تحابيش دهب عنده بهارات الشيش طاووق، برضو هتخلي الشيش بجد في حته تانية خالص، والريحه طبعا هتبقى حلوه جدا. حطيت دلوقتي بقى شويه زيت. ودلوقتي هحط بقى شويه كده، حوالي ربع كوبايه كده من دبس رمان. دبس رمان برضو مع الشيش مع التتبيله بتخليها حلوه جدا. هقلب كده زي ما انتم شايفين كده التتبيله كلها مع الزبادي. هقلب كده تقليبه. هحط بس ايه ملح كده، يعني تدوقي برضو الطعم تشوفي محتاج ملح ولا لا. حطيت كده حوالي معلقه كده برضو من الملح. وهنزل بقى بالشيش زي ما انتم شايفين كده. لو هتجيبي بقى كميه اكبر تزودي طبعا، تبقى معلقه من كل حاجه بقى. دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، طبعا سبتها في التلاجة الشيش مع التتبيله. قلت احطهم بقى في التلاجة، حوالي سبتها ساعتين كده في التتبيله. ولو سبتيها ليله كامله هتبقى برضو هتخلي برضو الطعم في حته تانية برضو. هنا بقى معايا بصل قطعت شرايح كده زي ما انتم شايفين، وبرص بقى كده في صينيه، اي صينيه عندك. وهحط بقى البطاطس، قطعت بطاطس كده زي ما انتم شايفين كده. قطعي البطاطس زي ما انت عاوزه، اي شكل انت عاوزاه. المهم حطيت البطاطس، صفيتها طبعا من الميه، وزي ما انتم شايفين كده رصيت بقى البصل وحطيت البطاطس. انزل بقى بالشيش، هرص كده الشيش زي ما انتم شايفين كده. بجد جربوها، اكله حلوه جدا، والطعم بجد حلو جدا. وعايزاكم بجد تجربوها وتقولي لي في الكومنتات عملتوا ايه وجربتوها ولا لا. وما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك وتتابعوني عشان انزل لكم حاجات جديده كده. هنا بقى دلوقتي بعد خلاص لما رصيت بقى الشيش، هنزل بقى دلوقتي حطيت بقى ايه شقشاق كده من الميه السخنه كده زي ما انتم شايفين. هي اصلا كده كده التتبيله هتنزل ميتها اصلا. دخلتها الفرن على درجه حراره 200، وخدت مني حوالي ساعة ونص كده في الفرن. وزي ما انتم شايفين طلعت بالجمال ده. وبصوا جمال الشيش برضو واخد لون من فوق كده حلو جدا وجميل، والبطاطس مستوية معايا. اهم حاجة طبعا تتأكدي ان كله مستوي معاكي. سبتها ساعة ونص، طبعا غطيتها بورق ورق زبدة وفي ورق ألمونيا، ودخلتها ساعة كده في الورق الألمونيا، وبعدين شلت بقى الورق الألمونيا وخليتها تكمل سوا.
ميزة بقى الورق الألمونيا والورق الزبدة بيسرع تسويتها، بيسرع تسوية الفراخ او اللحمة او اي حاجة لو عملتيها كده صينية. بصوا زي ما انتم شايفين كده البطاطس مستوية والشيش برضو مستوي وطعمه بجد حلو. جربوها بجد وما تنسوش يلا تعملوا اشتراك وتعملوا لايك. يلا باي باي يا حبايبي.